السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم من وصفه من الوصفات اللي غادي يصلحوا دابا في هاد الايام العيد ان شاء الله. وصفه البنات كتجي جديده ومعلكه، ما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها بطريقتي وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات، اول عنصر او اول مكون هو البصله. كناخذ البصله، عندي هنا واحد 3 ديال البصلات كناخذهم، تنغسلهم نقشرهم وتنقطعهم الى شرائح اللي كتكون رقيقه على الشكل اللي كتشوفوه معايا. وكنحاول هكا نحلها كامله كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخذ الكوكوط، كنوضع فيها البصله كنضيف الكميه كلها اللي عندي. ثم غادي نضيف ليها واحد الهبره ديال البقري. نتوما بطبيعه الحال غادي ديروها بالغلمي كتجي احسن وكتجي الجيده احسن. فانا حتى بالبقري جاتني واعره واعره، جات لذيذه ومعلكه. غير تابعوا معايا الفيديو للاخر تشوفوا معايا النتيجه. من بعد كنوضع الطنجره فوق النار، كنضيف ليها شويه المليحه، نغطي عليها نخليها تشحر شويه البصله مع اللحم. النار تكون مهيله. صافي هنا بعد ما مرات شويه واحد 5 ديال الدقائق تقريبا كنضيف التوابل. غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، شويه سكينجبير، معلقه صغيره مع مرج ديال القرفه، شويه د الابزار واحد نص معلقه صغيره، زعفران شعره، وكاس ديال الماء صغير. وكنضيف حبه الهيل مع بسيبيسه اللي كندقهم في المهراز، تقريبا واحد معلقه صغيره مع مرش. وهنا كنضيف القزبر المعدنوس مقبط. وكنضيف زيت الزيتون، تقريبا واحد ثلث كاس من زيت الزيتون، وكنغطي عليها نخليها على نار مهيله حتى كيطيب اللحم مزيان ويتعلق. كنزول اللحم من فوق النار، كنخلي البصله، كنضيف ليها شويه الزبيب اللي غسلته، واحد المعلقه ديال العسل. فانا هنا عندي عسل طبيعي، ممكن تعوضوه بالسنيده او على حسب اللي متوفر عندكم. وكنضيف شويه القرفه وكنغطي على الزبيب، كنخليه يطيب على نار مهيله. فالزبيب البنات راه ما كيتعطلش، راه ميم با 10 ديال الدقائق كيكون طيب. غادي نغطي عليه نخليه يطيب. صافي بعد ما كيطيب الزبيب كنحلو الطنجره وكنضيف اللحم اللي خديته وفرتته مزيان على الشكل اللي كتشوفوه معايا. وكنخليه ياخذ هكا المذاق ديال الدغميره مع البصله والزبيب. فانا البنات هاد المرق هادي ممكن تضيفوا ليها السمن، اللي كتبغي السمن ضيف واحد المعلقه صغيره. وهذا هو الشكل ديال المرق ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كتجي معلكه ولذيذه. هنا غادي نمروا باش نوجدوا السفه الشعريه. وضروري البنات تكون السفه نوعيه جيده باش تنجح معكم. وتبعوا معايا الخطوات كامله باش يعني تكون الطريقه ناجحه 100%. هنا خديت نص كيلو ديال السفه او الشعريه السفه. غادي نحاول نقص منها غير شي شويه. كنضيف ليها كميه من الزيت نباتيه، وضروري تبسبسوها مزيان بالزيت البنات، ضروري تكون مبسبسه كلها بالزيت. فهاد الزيت البنات ما تخافوش منه، لان غادي مازال نغسلوها وداك الزيت كله كيمشي مع الماء. صافي غادي نوضعها في الكسكاس وكنحطها فوق الطنجره، نخليها تفور 20 دقيقه قد ف 20 دقيقه البنات تحسبوا لها 20 دقيقه وحيدوها من الطنجره او من البرمه. وهنا غادي ننزلها في هاد الزلافه. كنضيف ليها الملحه، واحد المعلقه تقريبا ديال الملحه صغيره، وكنرويها او كنغمرها بهذا الماء اللي كانت كتفور فيه. كنفرغوا عليها، كنحركوها بواحد الاداه خشبيه تكون رقيقه هكا باش ما تهرسش لينا الشعريه بزاف. وكنغطي عليها ونحسب ليها 5 ديال الدقائق فقط. ف5 ديال الدقائق البنات كافيه انك طيبها وما كتعجنش ليكم وكتجي محلوله. غير شوفوا معايا كيفاش غتكون في الاخر. هنا بعد ما مرات 5 ديال الدقائق صافي كنصفيها وكنخليها حتى كتصفى مزيان من هذا الماء. صافي بعد ما كتصفى ليا مزيان الشعريه كنزول هذاك الماء وكنضيف ليها السنيده. انا هنا ضفت واحد المعلقه كبيره وشويه، نتوما على حسب الرغبه ديالكم في الحلاوه. وهنا غادي نضيف زيت الزيتون. بالنسبه للبنات الشعريه الا كنتو غتاكلوها حلوه غير بالسكر فمن الاحسن ديروا الزبده. انا لانني غادي نخدمها غادي ناكلها مدفونه بالمرق ديال اللحم كيف ما شفتوا معايا، فماشي مشكل درت لها غير زيت الزيتون. وكنحاولوا نلبسوها مزيان بالزيت والسنيده على الشكل اللي كتشوفوه معايا.
وكنعاودو نحطها فوق البرمه كتفور. فغير كتطلع فيها الفوره البنات، قلبوها بين الاصابع ديالكم، راه كتولي كتعجن، هذاك يعني انها طابت صافي. طفيو عليها النار وقدموها. انا هنا غادي نقدمها بهذه الطريقه. كناخذ واحد السيركل وكنحط فيه فرشه ديال الشعريه، في الوسط كنحط الدغميره ديال اللحم او مرق اللحم، وتنحط فوق منها تفريشه ديال الشعريه من جديد، وكنزينها بالقرفه والسكر. طريقه عاديه وسهله وبسيطه وفي متناول الجميع. وبهكا البنات كنحصلوا على واحد الاكله من اروع ما يكون. انا هي المفضله عندي صراحه هاد الاكله هذه، وبصحه والراحه.